صفقة وسام أبو علي شبه انتهت يعني، والراجل تقريبا يا النهارده يا بكره يكون في مصر عشان يعمل الكشف الطبي في أحد المستشفيات الكبيرة في مصر. بس هل بقى وسام أبو علي هينجح أو مش هينجح في الأهلي؟ دي حاجة بتاعت ربنا. إن في ياما مهاجمين جت الأهلي واخدت فترتها وأكلت عيش ومشيت، وكانت سبوبة لناس تانية. تمام. وفي مهاجمين أصلا كانت في الأهلي كويسة ومشيت، وكنا بنحاول إن احنا نرجعهم. تمام. بس طبعا مش هينفع ان احنا نرجعهم طبعا، عشان خاطر ما يبقاش شكلنا وحش كاداره. ان اللعيبه كانت ممتازه، وبعد فتره لفينا ورجعنا تاني منهم وليد ازارو. ان وليد ازارو انا ما شايفش في فرق بين وليد ازارو ووسام ابو علي. تمام. بس طبعا احنا ما ينفعش نرجع وليد ازارو عشان ما نقولش احنا مشيناه ورجعناه تاني ليه، مع ان وليد ازارو هيبقى اقل سوقيا تمام من وسام ابو علي. تمام. بس احنا هنشوف اللاعب بقى هينجح مع الاهلي مش هينجح مع الاهلي، ان في مهاجمين كتيره جت ومشيت تمام مع الاهلي وما نجحتش.